ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في اقتراح جديد على القناة. بالنسبة لاقتراحنا اليوم غيكون فيديو رائع وجد مميز. غادي نشارك معك طريقة مبتكرة، طريقة جديدة لتحضير المسمن. كلنا كنعرفوا نحضروا المسمن في المنزل ديالنا، ولكن بهذه الطريقة اللي غادي نشارك معكم اكيد عمرك ما جربتيها ولا كذلك حضرتي المسمن بهذه الطريقة هذه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقة. غادي نحضروا المسمن بالماء المغلي فقط بدون زيت، وكيجي واحد المسمن اللي اكثر من رائع. فكيجينا مقرمش من على برا، كيجي فيه واحد اللون مذهب، وكذلك من الداخل كيجينا دوك الوريقات من الداخل رطبين بحال الورقه ديال البسطيله. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا المسمن واكيد غادي يعجبك بزاف، ما عمرك مازال تغني على هذه الطريقه. كذلك في اخر ديال الفيديو غادي نوريكم طريقه الاحتفاظ به في المجمد، كيبقى واحد المده طويله، والوقت اللي بغيتيه كانك عاد محضراه. ونبداو على بركه الله. هنا اول حاجه فعندنا الدقيق الابيض. بالنسبه هنايا الكميه نتوما اللي كتحكموا فيها، فبالنسبه لي انا راني حضرته قبل ودرته في المجمد، وشاركت كذلك كميه قليله معكم ان شاء الله، باش حتى نتوما تشاركوا مع العائله مع الاصدقاء وعلى الهواتف ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. هنايا كما كتلاحظوا معايا فدرت 3 زلايف ديال الدقيق الابيض، يكون نوعيه جيده. غادي نضيف كذلك هنايا زلافه ما عامرش، يعني زلافه لاروب ديال دقيق الفينو او السبيسيال، يعني القمح الصلب ماشي السميده وانما الفينو. بالنسبه لي انا خدمت بهذاك الفينو اللي تيكون رطب ماشي الحرش. غادي ندير كذلك هنايا الملحه حسب الذوق، يعني درت واحد المعلقه صغيره. غادي ندير كذلك معلقه ديال السكر سنيده، كتعطينا واحد اللون لهذا المسمن فكيجينا محمر كيجي رائع. هنايا غادي نضيف كذلك معلقه ديال الخل فكيعطينا واحد القرمشه لهذا المسمن. وهنايا غادي نجمع. بالنسبه هنايا غادي نخدموا بالماء غليان كما كتلاحظوا معايا، يعني الماء طايب كتشوفوا معايا داير البخار ديالو، يعني بحال بلا نعمروا الشاي. بالنسبه هنايا الماء طايب، من طبيعه الحال ما غاديش نخدموا بالايد ديالنا. غادي نجيب واحد الملعقه خشبيه ونحاولوا نجمعوا العجين ديالنا في الاول. غير كتبدا هكا درجه الحراره كتنزل وكنخدموا بالايد ديالنا عادي. فبالنسبه لي انا هاد الكاس ديال الماء كان كافي، لان الماء تيكون طايب فكيجمع لنا العجين ديالنا بسرعه. يعني كندير كميه قليله ديال الماء حتى كتجمع معنا العجين. بالنسبه لهاد المسمن هذا او لهاد العجين هذا راه ما كندلكوش، يعني هذاك الماء طايب بحال كيدلك لينا العجين ديالنا، فكنحاولوا هكا بسرعه نجمعوه. هنا غتشوفوا معايا فقط غادي ندخل غير هذوك المواد، يعني ديك الملحه مع داك الخل. نحاولوا نجمعوا العجين ديالنا بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا هنا راه ما مدلوك ما والو، راه غير هذاك الماء طايب فكيخلينا العجينه ديالنا رطبه، وكذلك كتجينا الوجه ديالها املس. هنا غادي نوضعو في واحد البلاصيكه ونخليه يرتاح معنا. هنا تقريبا بالنسبه لي انا خليته تقريبا واحد 20 دقيقه كانت كافيه على ان العجين ديالنا، وممكن تخليو اقل، يعني غير 10 ديال الدقائق راه حتى هي كافيه العجين ديالكم يطلق معكم، لان تيكون هذاك الماء طيب، يعني بحال كيكون في هذيك السخونيه كيدلك لينا العجين ديالنا بسرعه. هنايا هاد العجين ديالنا غادي نفرقوه فقط غير بنشا. كتشوفوا معايا كنهبطوا العجين ديالنا على سطح العمل فتيكون ملتصق في الاول واحد شويه، فكنديروا واحد رشه خفيفه ديال النشا. بالنسبه للاخوات ممكن ديروا النشا او الدقيق، يعني تخلطوا بيناتهم، ديروا 2 معالق ديال النشا مع 2 معالق ديال الدقيق. هنايا غادي نقسم العجين ديال الكبيرات، وغادي نبقى نقص في كل وحده، يعني هنا قسمتهم ولكن كنعاود نزيد في هذه ونقص من هذه حتى كنشكل الكبيرات يكون عندهم نفس القياس. عجين ثقوا فيا اللي رائع رائع جدا، كتخدموا به وتيكون رطب بين يديكم. صافي انا بعد ما شكلت المكورات غادي نغطي فقط بواحد البلاستيكه، كنرش من طبيعه الحال هذاك البلاطو اللي غادي نحطوا فيه هذوك الكبيرات باش ما يلصقوش معنا. غادي نخليهم على جنب مباشره نخدموا بهم، حتى نخليهمش يرتاحوا. هنايا ذوبنا الزبده، فانتم ذوبوا الزبده قبل شكلوا هذوك الكبيرات ديالكم مباشره خدموا بهم. هنايا كندير واحد الكميه قليله ديال النشا، ممكن تخلطوه بالدقيق، فانا هنايا درت فقط نشا بوحدو فكيخلينا دوك الوريقات ديال المسمن ديالنا من الداخل رطبين وباينين التوريق ديالهم، فكيجي رائع رائع جدا. بالاضافه المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. وهذا المسمن هذا كيجي رطب صراحه، الماكله ديالو ملي كتكونوا تاكلوا فيه مختلف على المسمن العادي. هنا كتشوفوا معايا نسرح هذيك الكبيره
كنورقها فقط بشويه ديال النشا، ما كنكتروش. ومن بعد كندهن بشويه ديال الزبده. فالزبده كندير كميه قليله، كتشوفوا معايا راه غير كندهن غير رشه خفيفه. هنايا غادي نعاود نسرح وحده ثانيه، كندير وحده وبص وحده. كندير الكبيره الاولى كنطلقها ونجمع على شكل ظرف اولا على شكل مربع كما كتلاحظوا معايا، يعني مسمن عادي، الشكل ديال المسمن العادي. كندير الكبيره اللي من موراها حتى هي كنحاول نطلقها، وكنأكد على دوك الجوانب حتى هما كنورقوهم ما نخليهمش هكا غلاضين. كندير دهنه خفيفه وكنرش بشويه ديال النشا، ومن بعد تنحط في فوق وسطها المسمنه الاولى اللي شكلنا. يعني كنديرو مسمنه وسط مسمنه، كنشكل بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكبيرات اللي عندي كاملين. هنا الكميه خرجت لي تقريبا واحد 7 ديال المسمنات او 6، ما حسبتهمش من طبيعه الحال. هنا غادي نجيب الورق ديال الزبده، هذا المسمن كتشكلوه كبيرات كتخدموا به مباشره، تشكلوهم عاوتاني هكا على شكل ظرف كتخدموا بهم مباشره، يعني ما كتخليوش يرتاح، كنخليوه يرتاح فقط المره الاولى. بالنسبه لي انا غادي نخدم على ورقه ديال الزبده، لان عندي هذا المكان اللي غنخدم فيه بعيد على الصراحه على المكان اللي غادي نطيب فيه، يعني كاين واحد المسافه شويه طويله غادي نهزها، غادي تخيصر لها الشكل ديالها. فغادي ندير هنايا نستعين بالورق ديال الزبده، ودائما كندير واحد رشه خفيفه على الوجه كنحطوها، وعاوتاني كندهن دهنه خفيفه على الوجه الثاني للفوق. صافي كنخليوها غير كتقبط راسها وكنقلبوها. وهذا المسمن كيتنتفخ معنا واخا ما فيش الزيت، وكيجي رائع رائع جدا. التبريق ديالو صراحه ممتاز. كذلك حتى الملمس ديالو ملي كتكوني كيكون تحسي به خفيف، وكذلك رطب من الداخل، في واحد القرمشه وواحد المسمن اللي رائع. جربوه بهذه الطريقه هذه وردوا عليا. انا هنايا غنحاول نوصل لكم فكره، راه كيجي زوين زوين بزاف. صراحه الماء المغلي كيغنينا على اننا نبقاو ندلكو فيه، وكذلك كيجيبوا لنا مورق كيجي مقرمش، كيجي رائع رائع جدا. هنايا ملي كنرمي المسمنه كنبقى كنقلب على داك الوجه الاول على الوجه الثاني حتى كتاخذ لنا واحد التحميره. شوفوا معايا راه كينتفخ حتى كياخذ واحد اللون موحد. المهم في طريقه التوريق ديالو نحاولوا نورقوه مزيان، وكذلك هذوك الجوانب حتى ناكد عليهم. غادي نعاود معكم واحد الوحيده. دائما كنستعينوا بشويه ديال النشا، وحنايا تنقلبوا في المسمنه ديالنا وكنسرحوا فيها. هذوك الجوانب كنخليهم يجيونا مقادين باش كيجينا الشكل ديال المسمن هكا مربع وزوين. نشوفوا معايا كيجي فيه واحد اللون ممتاز جدا واخا ما فيش الزيت، وكيجينا من الداخل ناشف لان ما فيش واحد الكميه كثيره ديال الزبده. بالنسبه للزبده خدموا باي نوعيه متوفره لكم، سواء ديال العلبه او لا كذلك ديال العبار او لا زبده من اصل الحيواني، يعني اللي عندكم خدموا به. صراحه كيجي مقرمش وزوين زوين بزاف. اي واحد داق عندكم هذا المسمن كون اكيد غادي يعجبو، حتى نتوما ان شاء الله غادي تجربوا، غادي يهنيكم انكم تبقاو دلكو داك المسمن ديالكم. او الناس اللي ما كيبغيوش المسمن يكون فيه الزيت فهذا تيبقى جد مناسب. كما يمكن لكم كذلك تحضروا به واحد الكميه كبيره وخليوها في المجمد كما درت انا. الصراحه راه كيبقى واحد المده. بالنسبه لي هذا اللي غادي نوريكم في الاخير ديال الفيديو راه لي واحد تقريبا اكثر من 2 ديال الاسابيع. شوفوا معايا كنوريكم هذاك الانتفاخ، مجرد ما تنقلبوها على الوجه الثاني كتبدا تنتفخ معنا. واللي طابت كنزولها من طبيعه الحال. هنا كتشوفوا معايا المسمن كيفاش كيجي رائع رائع جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوه. هذا هو اللي حضرت معكم اليوم في هذا الفيديو هذا، وغادي نوريكم ان شاء الله اللي حضرت انا من قبل. فانا راه حتى حضرته من قبل وعاد قررت نشاركه معكم بكميه اللي هي قليله. نتوما تقدروا تضاعفوا المقادير. شوفوا معايا كيفاش كيجي التوريق ديالو من الداخل، كيجي رائع رائع جدا، كيجي خفيف بزاف. كيجي هذاك المغليان كيعطي واحد الخفه لهذاك العجين ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشاركوا حتى نتوما على الهواتف ديالكم مع الاحباب مع الاصدقاء. هنا شوفوا معايا ندير واحد الكميه في المجمد، راه تبارك الله هنا دايره 2 كميات. نشوفوا معايا غادي نخرجوا معكم، فقط كنحتفظوا به في هذاك البلاستيك اللي تيكون خاصين بالتجميد. غير هو اللي بغينا نحافظوا به في المجمد. كتشوفوا معايا هنايا راه ما محمراش انا بزاف، كنخلي ليه الوقت فين غادي نحمرو. وريتكم الكميه الاولى وهنا الكميه الثانيه.
الوقت صراحة هذا كيهنيك انك الوقت اللي بغيتيه كتخرجيه، غير ما طيبوش بزاف، يعني كتخلو طيبوا واحد شويه، غير كياخد اللون وكتخرجوا، يعني كتخلوا ليه الوقت من انكم تعاودوا طيبوه او تسخنوه. هنايا كتشوفوا معايا حطيتها قدامكم مجمده. كنديروا المقله مباشره كنحطوا على ديك المسمنه، يعني ما نخلوش المقله حتى تسخن بزاف، غير كتدفى المقله واحد شويه وحطوا على المسمنه ديالكم. ملي كتحطوها ما تنساوهاش، يعني غير حطوها غير دفى وقلبوها، كتبقاو تقلبوا فيها على الجهه الاولى وعلى الجهه الثانيه باش ما تلتصقش معكم. بالنسبه لي انا عندي هذه المقلاه ديال الجرانيت راه ما كتلصقش نهائيا، وحتى ملي كنخرجوه من المجمد شوفوا معايا راه كينتفخ، كيتورق من الداخل وكيجي رائع رائع جدا. صافي هنايا كنبقاو نحمروا فيها حتى كتاخذ واحد اللون ذهبي محمر، وكنخرجوه وتنقدموه بالصحه والراحه. يعني شوفوا معايا انا هنا راه عطيتكم التجربه انه واخا يكون مجمد راه كيعطينا واحد التوريق ممتاز جدا. نتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوا وتشاركوا الفيديو مع الناس العزاز عليكم، وكذلك على هواتفكم دائما باش كنستافدوا مع بعضياتنا. وحنا تنقول لكم الى اللقاء.